فانت دلوقتي كل واحد بيفكر في مصلحته، انا عايز امشي. ليه؟ لان انت السنه دي وانت مش دريان. رقم واحد، اول بدايه الخراب. اول بدايه الخراب، وانا بقول الكلام ده وبقول انا زملكاوي ماليش دعوه لا ابو فلان. مش انتوا كنتوا دايما بتتهموني ان انا مع فلان عشان ما اعرفش ايه وممكن يديك شغل وممكن حصل الكلام ده؟ فلان مين؟ المهم يعني كان دايما يقول لك لما انا كنت وقلت لكم من حلقتين ثلاثه كانت بتجيلي مع معلومات مغلوطه. واخد بالك؟ لان انا الوحيد اللي كنت بتكلم مثلا على فيريرا من السنه اللي فاتت مش في السنه دي. واخد بالك؟ وكان يقول لك ايه ان الصفقات اللي جت السنه دي هو اللي ماضي عليها ما عدا 3 صفقات، وقلنا الكلام ده 100 مليون مره، مصطفى شلبي وعمرو السيسي وكان الناشئ الصغير ده اسمه يوسف ما اعرفش ايه حصل. طيب يوسف حسن. بدايه الخراب رقم واحد التجديد لزيزو. عمل مشكله جوه اوضه اللبس، دي رقم واحد. رقم 2، رحت اتعاقدت انت مع بالاسماء اهو عمر جابر احتياطي في فرقته، ماشي، دونجا احتياطي في فرقته، نضاي ما نعرفش عنه حاجه من يوم ما مشي من وادي دجله. تمام. واخد بالك؟ سامسون اوكي، لعب ماتش جاب جون وبعد كده ما شفناهوش الا في ماتش الداخليه بعدها مثلا ب10 ماتشات. ماشي، بس انت قلت ان هو لعيب كويس. ما اتحكمش عليه برضه، ما انا بقول لك ما انت برضه خلي بالك. انت قلت هو لعيب كويس بس كان ياخد عشان نعرف بقى اذا كان لعيب كويس بجد ولا لا. وحش. وهو لعيب مش كويس. ماليش دعوه، ما خدش بقى ما انت بس في ماتش الداخليه. عارف لو خد من هنا لبكره، عارف لو قعد يلعب 180 لا دقيقه. انت وجهه نظرك غير وجهه نظري. ماشي، انا بقول لك ما اسمع النتيجة انت تقول ماشي. وانا اقول. ماشي. واخد بالك؟ ماشي، بس كلامك لا انت كلامك انت الادق طبعا لان انت لا ما احنا كنا عايزين نشوفه اكبر ماشي. وقت. اتفضل يا كابتن. واخد بال حضرتك؟ احنا قلنا ماشي. سامسون ونضاي وعمر جابر ودونجا وقلت لي والتجديد لزيزو. لا كان في حد انت تاني. رايح استنى بس وبتاع المغرب مصطفى شلبي؟ لا بتاع المغرب كان زكريا الوردي. واخد بالك؟ في حد تاني ورجوع محمد صبحي. واخد بالك؟ مين تاني جه في اول الموسم؟ في حد تاني؟ والزناري مصطفى شلبي. لا استنى بس الزناري خليك الاسماء خليك لغايه كده عشان مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن ده ولا اسامه يوسف ولا اسمه ايه دول جم بين الدورين. ماشي. او في لا اسف في نهايه المفاوضات يعني كنت خلاص قبلها بيوم قبل قفل باب القيد. واخد بال حضرتك؟ سيبنا من دول الثلاثه دول دلوقتي، خلينا في دول. واخد بالك؟ انت جايب عمر جابر المبطل دافع فيه يا رب يكون 5 مليون جنيه. وانت عندك واحد زي سيد نيمار، وواحد زي سيف فاروق جعفر، وواحد زي حسام عبد المجيد، وواحد زي اسامه. مع اني طبعا انا حسام عبد المجيد من البدايه ده اقل واحد ظهر، بس عشان في حب وكره. الراجل كان بيحبه عشان بيلعب بدماغه، انما هو ما بيعرفش يلعب كوره على الارض. ده طول عمري بقول لك. وبعدين المشكله بقى الميزه الفتره الاخيره ان عايز يقلد الونش، يجيب الكوره من على يمينه على شماله عشان يعمل لك طب انت ما بتعرفش تلعب بيمينك راح توديها على شمالك. دي رقم واحد. رقم 2 في الحاجات اللي على الارض ضعيف جدا في الباص والتسليم والتسلم. حتى لما بيجي يقف على الكوره في ماتش فاركو، حتى الماتش اللي فات بتاع المريخ، حتى في ماتشات كتيره، بس عشان الراجل كان بيحبه فكان بيديله. واخد بالك؟ وكان بيسجل فتره من الفتره. بسجل كام هدف هم في ده السنه اللي فاتت والمكنه ماشيه. بتكلم على السنه اللي فاتت والمكنه ماشيه. ايوه بس خلي بالك برضه يا كابتن ان اصابه الونش خلت الراجل يبقى بيلعب بيه. طب ما انت جايب شبانه وجايب الزناري مندي للناس دي. واخد بالك؟ وشايف ان مستوى الاثنين اللي كانوا بيلعبوا مش قد كده، ما لعبهمش. انا ما بص، هما الاثنين مساكين دولت اول هم من اساسياتهم ايه؟ ما يخش فيها جول طبعا. هم يجيبوا جوان 10 جوان كل ماتش بس بخرج خسران. لا انا مش عايزهم يجيبوا جوان بس ما يخشش فيا جوان. على الاقل هتعادل. هي دي شغلتك انك انت ما يخشش فيا جول. بالظبط. ده انا اسالك رقم واحد عن امكانياتك ان انا لا هايل. مش بيقول لك في حاجه اسمها اسمه ايه اللي ما بيخشش جون في حارس المرمى والديفنس؟ بيقول لك ايه؟ بيقولوا حاجه ايه الشبكه بتاعته عذراء يعني اسمه ايه؟ كلين شيت.
كلين شيت. واخد بالك؟ لما انت وحارس المرمى ما يخش فيك اجوان، بيقولوا للديفنس رقم واحد وبعد كده حارس المرمى، او حارس المرمى رقم واحد والديفنس رقم، لان الاثنين مكملين بعض. تمام. واخد بالك؟ مش انا اجيب مثلا يا فرحتي يجيب جونين ويخش فيا 4 زي او 3 زي النهارده. طب لا، او زي ماتش المريخ. ايه الميزه؟ يعني مع احترامي لا بس ماتش المريخ انت كسبت. ايوه، ما انت كسبت في الدنيا، ما حدش اتكلم. لكن انا بتكلم انك انت بيدخل فيك 3 اجوال، والنهارده بيدخل فيك 3 اجوال. انا بتكلم في ماتشين 6 اجوال، والحمد لله الصبح اللي كان واقف 5. انا بتكلم 3 3 و2. 3 النهارده، والماتش اللي فات 3. والماتش اللي فات 3. أي بس ما خلص 4-3. انا مفكر النهارده تعال مع اني قايل 3-2 بس انا فكر. فدخل في الصبح 6 اجوال. طيب. وانا السؤال هو عواد قعد ليه؟ لا ما بص سيبك من قعاد دلوقتي والكلام ده، وهنيجي تمام. لكل الكلام ده، بس ده احنا دلوقتي النتيجه اهي. لا النتيجه احنا بنقول لك ايه اللي بوظ نادي الزمالك السنه دي، مع تمام. العلم ان دي فرصه عمرك. انت كنت جبت 4-5 لعيبه اللي انت محتاجهم، اللي انت من السنه اللي فاتت واللي قبلها بتعاني ان ما عندكش صفقات. هشوف الفرق ايه.